ابنك بيشوف اطفال مش موجوده او عنده اصحاب مش حقيقيين، ما تقلقيش، هو مش ملبوس وما عندوش علاقات اكيد مع العالم الاخر. دي علامه ان خياله واسع ومخه بيتطور كمان بصوره طبيعيه. معظم الاطفال بيخترعوا اصدقاء وهميين علشان يلعبوا معاهم، وده بيمرنهم ان هم ازاي يتعاملوا مع اصدقائهم الحقيقيين. مش معنى ان ابنك او بنتك عندهم اصحاب وهميين يبقى هم مش سعداء وحاسين بالوحده وانهم مش محبوبين او مش عارفين يعملوا علاقات صحوبيه معهم. بالعكس، الاطفال بيخترعوا الصحاب دول لاسباب بقى كتيره قوي، منهم علشان يكونوا مسيطرين ويكونوا هم الباص، ممكن يكونوا عشان الصحاب دول فاضيين وبيلعبوا معاهم في اي وقت وفي اي مكان. في ستاديز بتقول ان الاصحاب الوهميين بيبقوا مفيدين قوي لتطور اولادنا وبيساعدوهم ان هم يعبروا عن مشاعرهم ويتحكموا فيها وينموا عندهم مهارات التواصل والبروبلم سولفنج كمان. فاهم حاجه، ما تقلقيش لو صحيتي ولقيتي ولادك بيتكلموا او عندهم اصحاب جديده، دي علامه كويسه. ولو طول الموضوع اكتر من سن 5 سنين او 6 سنين، يعني الاحسن ان انت برضو تزوري مختص ونبقى متاكدين ان احنا لسه في حته الامان. بس كده. الفيديو ده كان برعايه سانوسا.